عن الملك فاروق بياخد عربيته ويسوق بيها بين الناس وهو متخفي ولوحده من غير أي حراسة، وده كان علشان يشوف أحوال الناس على الطبيعة. الممثل أحمد رمزي بيحكي إنه في فترة كده الأربعينيات وهو صغير، وفي أحد الليالي كان بيتجول بعربيته مع صاحبه علي لملوم. كانوا بيتمشوا في أحد شوارع القاهرة، وكان غاوي السواقة بسرعة جدا. لفت نظرهم عربية فخمة جدا وحديثة جدا في الوقت ده وبتسوق أسرع منه. طبعا العربية استفزته فحبوا يضيقوا عليه، وقام رمزي بالضغط على البنزين بسرعة، وبدأوا في مبارزة العربية اللي عمرهم ما كانوا يتخيلوا مين صاحبها. وبعد فترة من المبارزة نجحوا وضيقوا فعلا على العربية دي وزنقوها، وعلشان يكملوا متعة الاستفزاز بصوا لصاحبها وبدأوا يعملوا إشارات كده وحركات انتصار استفزازية لصاحبها. وكانت المفاجأة مفاجأة غير متوقعة بالمرة. ايه هي المفاجأة؟ ان صاحب العربية اللي كان بيسوقها هو الملك فاروق شخصيا. ومش بس كده، ده ابتسم لهم ورد على إشاراتهم. طبعا قعدوا رمزي وصاحبه قعدوا ثواني في حالة شبه شلل من الصدمة، وبعد ما رمزي استوعب جرب العربية طبعا بسرعة، وأكيد كان في فرصة كافية جدا للملك فاروق إنه ياخد نمرة العربية. قعد رمزي وصاحبه يفكروا هنعمل إيه وهنتصرف إزاي في المصيبة دي، إحنا كده خلاص رحنا في داهية. فكروا في حلول كتير. فكروا إن هم يهربوا، بس طبعا هيهربوا فين؟ ده الملك فاروق شخصيا، يعني هيتجابوا. فكروا في حاجات كتير قوي، لكن في النهاية توصلوا إن مفيش حل غير إنهم يحبسوا نفسهم في البيت ينتظروا مصيرهم. باتوا الليلة الأولى ما حصلش حاجة، التانية ما حصلش حاجة، التالتة برضو ما حصلش حاجة. ساعتها قال رمزي إن الموقف ده عرفوا إن الملك فاروق كان إنسان فعلا متواضع ومحترم جدا. وقبل ما يتوفى أحمد رمزي بحوالي سنتين عمل لقاء تلفزيوني حكى فيه الواقعة دي وترحم على الملك فاروق وشكر فيه جدا، وقال إنه فعلا حقيقي كان حاكم محترم وأيامه لا تعوض. رحم الله الجميع.